فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إليهم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة، وحاصرهم 6 ليال. هناك بعض الروايات تقول أنها 15 ليلة، ولكن أرجح الأقوال أنه حاصرهم 6 ليال. فتحصن بنو النضير في حصونهم وهم واثقون من أنهم قادرون على البقاء مدة طويلة داخل الحصار، فهم لديهم داخل حصونهم الكثير من ينابيع الماء، ولديهم ما يكفي من المؤن والطعام لمدة طويلة، وهم ينتظرون أيضا المدد الذي وعدوا به من المنافقين. ثم أنهم اعتلوا حصونهم وأخذوا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة وهم متسترين خلف مزارعهم ونخيلهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها، فأخذوا يصرخون: يا محمد، لقد كنت